انت بتاكل سم من غير ما تحس. في كل مره بتاكل فيها كبده او لحمه احتمال تكون بتدخل جسمك جرعه سم قاتله وانت مش واخد بالك. للاسف اكتر من 90% من الناس اللي بتربي طيور او مواشي في البيت بيحطوا لهم بواقي عيش ناشف عشان عيش التموين رخيص وبيشتروه وبينشفوه وبيبيعوه. للاسف العيش ده ممكن يكون متخزن وعليه عفن خبز او فطريات زي الاسبراجيلاس بتنتج سموم فطريه، بيحطوا شيش الذره او علف ممكن يكون متخزن وفي بعض انواع العفن. كل دي بتحتوي على السموم الفطريه، واتكلمنا قبل كده في حلقه بعنوان يعني ايه سموم فطريه، هسيب اللينك بتاعها في البايو لو حابب ترجع تشوفها. خلينا في السم اللي انت بتاكله بقى دلوقتي السموم الفطريه اللي في الاكل بتاع الطيور او المواشي دي بتتراكم في الكبد زي الاوكراتوكسينز والافلاتوكسينز، وللاسف مش بتروح بالطبيخ ودرجه الحراره عاليه واحنا بناكلها وبتاذينا. تراكم السموم دي في الجسم على المدى الطويل بيدمر الكبد وبيسبب لنا امراض كتير جدا. ممكن تكون الكبده دي شكلها طبيعي ولونها طبيعي لكن للاسف بتحتوي على سموم فطريه. وكل ده ليه؟ عشان اللي بيربي طيور في البيت عايز الطيور تبقى سليمه وحلوه ومتربيه بيتي ومش واخده اي ادويه. حضرتك مضاد السموم ده مش دواء، مش حاجه ضاره، دي كلها مواد طبيعيه بتمنع امتصاص السموم، بتقلل السموم الفطريه في جسم الطائر او في جسم الحيوان، ومهم جدا اضافتها على الاعلاف زي مضادات السموم الكيميائيه اتكلمنا عنها في حلقه انواع مضادات السموم، او اضافتها في مياه الشرب بانتظام كل فتره زي مضادات السموم البيولوجيه اتكلمنا عنها برضو. ما ينفعش اي طيور او مواشي ما تاخدش مضاد سموم، لان دلوقتي الطيور والمواشي ما بقتش زي زمان بتاكل اكل اخضر طول الوقت زي ماده الكلوروفيل اللي في النباتات دي بتشتغل مضاد سموم. دلوقتي كل الطيور وكل المواشي بتاكل علف جاهز او بنخلط لها شيش الذره مع علف مع عيش، كله اكل ممكن يكون متخزن مليان سموم فطريه، دي بتدخل وبتتخزن في الكبد واحنا بناكل الكبده اسكندراني وحله وزي الفل ومش عارفين انها مليانه سموم فطريه. وكل الناس بتنصح بكبده الفراخ للاطفال، اكلوا الاطفال كبده فراخ، كبده الفراخ مفيده. انا عمري ما هاكل بنتي كبده فراخ لان انا عارف كويس الناس هنا بتربي فراخ ازاي، يا اما مش بيحطوا ادويه خالص عشان الفراخ تبقى حلوه يا فرحتي والسموم الفطريه متراكمه عندي في الكبد، يا اما مدين علاج ومش مركزين في حاجه اسمها فتره سحب، ومعظم الادويه والمضادات الحيويه بيحصل لها ميتابوليزم في الكبد اصلا ومتراكمه في الكبد. فانا في الحالتين كبده الفراخ دي مش ضامنها، يا اما فراخ مش واخده ادويه خالص ممكن تبقى فيها سموم فطريه، يا اما فراخ واخده ادويه وصاحبها مش مراعي فتره السحب فممكن يبقى فيها ادويه. للاسف ناس كتير ما عندهاش الثقافه دي، مش فاهمه يعني ايه سموم، مش فاهمه يعني ايه دواء، مش فاهمه يعني ايه فتره سحب، وبنأذي نفسنا بنفسنا، وفي الاخر بنيجي نستغرب السرطانات انتشرت ليه، مناعتنا بقت ضعيفه ليه كده. لازم يبقى في توعيه، لازم كل دكتور بيطري يفهم الناس يعني ايه دواء، يعني ايه فتره سحب، يعني ايه سموم، لان للاسف اللي بيربي اصلا مش ذنبه لانه مش فاهم. لازم قبل ما يدي دواء لحد نقول له ما تذبحش قبل كام يوم، لما يدي دواء لحد نقول له ما تاكلش البيض قبل كام يوم، لما نشرح دواجن نقول له خلي بالك الطيور عندك فيها سموم ارمي الكبده بتاعتها وتخلص من الكليه بتاعتها وممنوع اكلهم. ده واجب على كل دكتور بيطري. وللاسف زي ما قلنا في موضوع حلقتنا السموم دي بتبقى صعب تبان بالعين المجرده، لكن ممكن نحاول كده. لو بناكل كبده لازم يبقى لونها احمر غامق او احمر كاتم او بني، لازم يكون ملمسها ناعم ولامع، لازم لما ندوس عليها ما تتفتتش بسهوله، لو فيها اي بقع صفراء او خضراء او بيضاء نتخلص منها فورا، لو فيها ريحه وحشه نتخلص منها فورا. يا ريت ناخد بالنا من صحتنا وصحه اولادنا، وكل اللي بيربوا يبقوا عارفين ان دي مسؤوليه عليهم ربنا هيحاسبهم عليها ما دام عرفوا المعلومه. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، يا رب اكون قدرت افيدكم. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.